السلام عليكم، نتمنى تكونوا على خير وبخير وباحسن الاحوال ان شاء الله. اليوم غادي نوريكم واحد الفيديو اللي خارج على الموضوع ديال القناه ديالي، ولكن بغيت نشارك معكم هذا الفيديو هذا لان معظم الناس اللي كيعيشونا في اوروبا كيعانيوا من هذه المشكله هذه. وحتى الجيران ديالي اللي تقريبا عندهم نفس الفصاله اللي الدار اللي كنسكن فيها انايا. فقلت غادي نشارك هذه الفكره معكم ان شاء الله ويستافدوا منها الاخوه. كيف ما كتشوفوا هذه قسمه ديال واحد البيت اللي عاد مؤخرا كنت مشغول فيها وقسمتها، اللي كما قلت لكم معظم الناس كتعاني من هذه المشكله هذه، وباخص في الديور ديالنا اللي عندنا صالونات كبار بزاف، تقريبا دايرين كبر حتى من ديال المغرب بعض المرات. وكان عندنا نقص يعني في البيت. انا عندي البنت ديالي مثلا مع خوتها ما قدرش نعس مع الدراري، وكنا كنفكروا نرحلوا لدار اخرى يعني لان محتاجين البيت زايد. وجات هذه الفكره هذه ديال اننا نقسموا الصالون، نزيدوا بيت يعني في وسط الصالون. واستنتجنا بانه هذا هو الحل يعني النهائي، وكما كتشوفوا جا رائع. هنا قسمناه بالخشب. غادي نشارك معكم هذا الفيديو هذا وغادي نوريكم بالتفاصيل مرحله بمرحله كيفاش يعني خططنا له، كيفاش ندرنا له المراحل ان شاء الله. خليكم معايا ما تمشيوش بعيد. هذا هو الشكل ديال الصالون ديالنا، وهذه هي الجهه الاخرى اللي غادي نستافدوا منها. كما قلت لكم غير ضيعه ما عندنا ما نديروا بها، علاش ما نستغلوهاش. واول حاجه غادي نبداو بها هي غنمشيو نشريو الخشب. كما كتشوفوا الخشب كما كتعرفوا انه ما مقادش، يعني خصك ضروري تختار الخشب اللي مقاده. هذيك البلاصه كلها راه جبدناها، احتاجينا تقريبا في العرض اللي عندنا في الصالون شي 3 متر و70. جبنا تقريبا شي 85 حبه ديال الخشب، كلهم فيهم 2 متر و50 في الطول. في العرض ما كاين يمكن نقول لك شي تقريبا شي 3 ديال السنتيم في العرض. من بعد ما جبنا الخشب لقيناه تقريبا كله يعني حرش، ماشي ملس، يعني خاصو ضروري الحكان. شريت هاد الماكينه هادي وبديت كنحك يعني ديك 85 خشبه كامله. حكيتها يعني من الجناب من الوسط من كل شيء، باش مني تفيرني ودير له الصباغه ديالو يخرج داكشي نقي وزوين ويعطي المنظر زوين. كما كتشوفوا صراحه فيه تماره شي شويه ما نكذبش عليكم، ولكن الحاجه ملي كتصيبها بيديك كتجي زوينه وخا فيها تماره، ولكن كتبقى يعني مفخره ليك انك انت اللي صيبتي ديك الحاجه بيديك. كما كتعرفوا حنايا ماشي معلمين اولا نجاره، وانما حنا غير هوات يعني كنبغيو نصيبوا الحاجه بيدينا. باش كتعلم في ديالك وصافي في الدار ديالك. كيف ما جات كيف ما خرجات وكيف ما جات ماشي مشكله. من بعد ما سالينا الحكان دزنا هنايا الفيرناج. انا استعملت واحد النوع ديال الفيرناج اللي كيتسمى اننغوم، اللي هو خاص بال ديال الدار لداخل. ما تستعملوش هذاك ديال برا لكنه كيكون مجهد شي شويه، ما صالحش للدراري اللي في الدار او لا حتى الناس الكبار ما صالحش ليهم تستعملوا هذا ديال داخل. كما كتشوفوا راني كنفيرني. كنت كنضطر انني كنفيرني واحد الجهه، جوج جوايه الفوقانيه وهذيك الجنب، وعاوتاني تنشف وكنقلب الجهه الاخرى. هنا من بعد بدينا كنحطوا الكادر، كنشوفوا بالطريقه كيفاش غادي نلصقوه. وفي نفس الوقت كنشوفوا حتى العرض ديال البيت شحال غادي نخليو ليها. هنا زدنا شي شويه، زدنا حتى قربنا داك البريز كما تشوفوا ديال الضوء لتحت، زدنا كبرناه. هنا بدينا كنجمعوا في الكادر. كان معايا هنايا الجار ديالي محمد، الله يرحم الوالدين، من خلال هذا الفيديو هذا بدينا كنتقبوا الخشب، كنتقبوا بالشنيور هو الاول، عاد كنديروا الفيسات باش ما يتهرش لينا الخشب، لانه كما كتشوفوا راه خشبات غير يعني ماشي غلاظ بزاف. بغينا زعما الديكور يجينا هكذا زوين، الخشب ملي كيكون رقيق تيجي الديكور زوين. وكنديروا خشبه حدا خشبه حدا خشبه مجموع. يعني هادوك المهم كنديروا خشبه بالفيس، وحده خاويه وحده بالفيس، وحده خاويه وحده بالفيس. بعد ملي كنضربوا لهذوك الفيس كنطيحوا دوك الخاويين وكنعاودوا نرجعوهم للجهه الاخرى كيف ما كيدير هنايا محمد. هكذا باش كيجي داك القياس ما بين خشبه وخشبه، كيجي ديك الخويه يعني مليمتريه وكتجي قياس زوين. من بعد ملي كتلصقوا كيعطيك المنظر مزيان تبارك الله. هنايا كما كتشوفوا ها هو من بعد. دابا القضيه شويه مرونه، ولكن انا نوريكم. ها هو دابا ركبناه هكذاك، لصقناه في الحيط الفوق،
ولصقناه هنايا في التحت. شتي ها هو ضربنا حتى في الحيط هنايا، وفي نفس الوقت حتى في الارض رحنا لصقناه في الارض هنايا، حتى هنا راه لصقناه. هنايا اللور كما كتشوفوا راه درنا له واحد الكونتر بلاكي هنايا. انا نوريكم راني دابا كنخدم فيه من اللور. هنايا خلينا الفرق، هنايا الا لاحظتوا خلينا الفرق هنايا. علاش خلينا الفرق؟ المشكله ملي جينا بغينا نعبروا داك الشيء، الارض هنايا كاين داك الخشب لامينات، والخشب هنايا ما بقاش. هاد الجهه مثلا الجهه الفوقانيه اللي هنايا طالعه، والجهه التحتانيه هابطه شي شويه، يعني غادي تعذبك، ما يمكنش غادي تجيب داك الشيء مقاد. حنا اضطرينا نديروا هذه القضيه هكذا. الفوق راني لصقتو كما كتشوفوا بواحد المسامير رامه، درت لهم تقبتهم ولصقتهم. بلاتي لا هذه خاويه، بلاتي نوريكم فين هي. هي شتي، هذا هو الطريقه اللي درت له ديال الفوق هنايا. وهنايا في هذه البلاصه هذه اللي بقات لي ديفو كما كتشوفوا، عندي لها واحد الفكره اخرى حتى نشاركها معكم. غادي نوريكم، غادي نغطيوها بواحد الطريقه اخرى بخشبه اخرى تكون غليظه، وفي نفس الوقت غنديروا ليها الديكور تمايا. هيا هنايا قسمت ديك القسمه اللي هي هنايا، وخليت الباب. غادي نجيبوا واحد الباب، داك الباب اللي كيتجمع غيجي زوين هنايا. وكما قلت لكم صراحه هادشي ماشي ساهل، فيه تماره، لان راك كيما شفتوا في الفيديو بقينا كنخدموا حبه بحبه. شرينا خشب عادي ما محكوك ما والو، كان شويه الثمن ديالو غالي 4.50 €. هذه اللي ما محكوكاش ما مقاداش، اما الاخرين كيوصل لحبه وحده تقريبا 6 €. المهم بعد ما ركبنا هادشي كما كتشوفوا، ها هو القسمه ديال الصالون. ها الصالون هكذا غادي، وها القسمه ديالو ولا بيت واحد اخر هنايا. البيت تبارك الله هذا اللي قسمناه راه متيسع. المهم نوريكم، واخا هكذاك راه كاين شويه الروينه مازال كنصايبو، ولكن راه ها هو راه متيسع تبارك الله. انا ندور الجهه الاخرى نوريكم الماتيريال وداك الشيء مليح تمايا. بقات لنا الناموسيه ديالها هنايا، هنا غنديروا ليها البيرو الميريو هنايا. كما كتشوفوا راه البيت متيسع مازال عاد مقادنا. المهم هذا هو الكونتر بلاكي اللي جبناه، دابا راني خدام فيه. كما لاحظتوا هنايا كاينين الضواء، كاينين الفيسات بزاف. غتقولوا لي علاش الفيسات درتي الفيسات بزاف؟ انا نفهمكم باش تفهموا مزيان. درت تقريبا كل خشبه درت ليها فيس ما بيناتهم تقريبا واحد 20 سنتيم ما بين الفوق والتحت، 20 سنتيم وانا هابط هكذا درت ليه. علاش؟ لان داك الخشب داك الخشب اللي شريناه او جميع انواع الخشب اللي غادي تشريو، مني قبل ما كانت عندنا الكونتر بلاكي ما كانش مقاد. يعني كتلقى هذه خارجه برا، الاخرى داخله، هذه عوجه لهاد الجهه، هذه هكذا. المهم داكشي المنظر عيب، فهمتي؟ مني درنا الكونتر بلاكي ضروري خصك كل خشبه دير ليها فيس باش يتقاد لك، يجي سطر واحد مسطر. وما بين خشبه وخشبه شنو كنا كنديروا هاد الكالات هادو، ما بين خشبه وخشبه كنديروا الكالات، عاد كنديروا الفيسات باش يبقى داك الفرق محافظ عليه، وما يجيكش الديكور عيب، باش يجيك داكشي مسطر مقاد مزيان. انتو كما كتشوف، شوف هذاك الشيء راه دوزناه هنايا كامل، شتيه راه مسطر ومقاد. ضروري خاصك كل خشبه الفيس ديالها من الفوق وانت هابط كل 20 سنتيم باش يجيك داك المنظر مقاد. وكما قلت لكم انا غادي نوريكم داك العيب اللي الفوق كيفاش غادي نصرعوه. عندي لي واحد الفكره زوينه ان شاء الله، وهذا تا هو غنديروا له الباب ان شاء الله. ايوا المهم احنا غنشاركوا معكم مرحله برحله، ونوريكم الطريقه ديال كيفاش تقسموا الصالون ديالكم اللي عنده شي صالون كبير، بلا ما يجيب داك القضيه ديال الحيوطه ويجيب داك الياجور، ولا يجيب داك حنا كيتسمى هنا عندنا داك الريغبس بلاطن، واحد البلاطات ديال القبص، وكيديروا الحديد في الحيط وكيتقبوا وداكشي. المهم داكشي فيه ثمره بزاف، عاد من بعد خصك تحرش، ومن بعد خصك تصبغ. المهم فيه شي شويه ديال التكرفيس وتماره، وماشي كاع الديور تقدر دير فيهم صراحه، خصوصا الديور ديال الكرا ماشي اي واحد يسمحوا لك دير بهم. الا عرفوك يقدر تكون عندك شي مشكله على حساب مهم فين ساكن. الا لاحظتوا هنايا، شوف هنايا ناقصه واحد الخشبه، هذه حتى نعطيها لكم هذه المعلومه هذه. شنو درنا هنايا ملي جينا نلصقوا ملي جينا نتقبوا الخشب باش نلصقوها على الحيط، لقاتنا واحد المشكله، ما عندناش هنايا الفراغ باش غادي تقب وباش غادي تلصق داك الشوبيه ولا الفيس. شنو درنا حنايا؟ نقصنا واحد الوحده هذه، حيدناها، حليناها قبل ما نهزوا الكادر نتقبوا، حيدناها وعاد تقبنا الخشبه من هنايا بالشنيوره عاديه،
ديال الخشب، تقبناها وهزينا الكادر وحطيناه وطراسينا عليه الحيط. من بعد نزلنا الكادر، عاودنا تقبنا الحيط بالشنيوره ودرنا الشوبيه ديالنا، وعاودنا هزينا الكادر ولصقنا صافي الكادر بالبيس عاديه. هنا خلينا كما قلت لكم هذه المشكله اللي وقعت لينا، انه ما لقيناش اتساع فين غادي هاد الفيسات هادو غادي نلصقوهم هنا كيفاش غادي توصل ليهم. ما كاينش شي حاجه. قلبت على واحد اللعيبه اللي كتسمى فليكسي، راه كدور هكذا باش تقدر تلصق بها، ولكن ما لقيتهاش على هاد القياس ديال الفيسات، لان كتمشي غير قياس ستاندرد. خاص كلشي تشريه ليها ديالها خاص بها، الفيسات ديالها الشوبيات ديالها، يعني ما غاداش تجينا. اضطرينا كما قلت لكم نحيدوا واحد الوحيده من هنايا، معليش انيوليناها، ولكن راه غنرجعوا نلصقوها. ملي كنجيو نديروا الكونتر بلاكي كنحطوها وكنلصق راسها، يعني وبحال ما عندك لعيب الاول. ومشينا جبنا طورنوفيس اللي هو هكذا كبير كما كتشوفوا، ها هو كبير هذا بزاف، هو اللي خلانا نضربوا هذا من الجنب ونلصقوه. هذه هي الطريقه اللي استعملناها حتى في الجوايه الاخرى، اللي مثلا الفوق مثلا هذه اللي عندك طرنوفيس صغيره ما غتقدرش توصل له، اما اللي عندك طرنوفيس كبير كما كتشوفوا راه غتقدر توصل له. هذه في الفوقيه ماشي شي حاجه اللي صعيبه صراحه، ولكن دوك ديال الجناب اللي حامضين. هذه راه كنت درت لها نفس البلان، ها هي هذه راه نفس البلان ديال الجنب كما قلت لك. الجنب اللي فيهم المشكل هما هادو هنايا ديال الجنب كما كتشوفوا. راه هادشي مازال غنعاود ندير له الفينيسيون، نضرب له الصبيغه من الفوق خفيفه. ها هي شتي، هذه مثلا قربنا هذا الفيز هذا قربناه من الجهه اللورانيه، يعني من الجهه اللورانيه من تما منين سدينا لا هو ولا الفوقاني، ها هو كما كتشوفوا. هذه كنا هاد الاخر هذه كنا انولا حيدناها، يعني ما بقاتش عندنا الخشبه هذه. بين ما زيرنا بهذه الطريقه هذه بجنب من اللور، من الجهه الاخرى زيرنا بالجنب، ومن بعد نجي نركب الكونتر بلاكي. ها هي كما كتشوفوا ما عندها حتى مشكل. عاود حطيتها في بلاصتها وضربتها مع خوتها بالفيسات من اللور كونتر بلاكي. ها هي شاده ما كاين كتزعزع كاع بحال الاخرين، بحال مضروبه من الفوق كما كتشوفوا. صراحه مهران بعد ما جمعنا الكادر وجمعنا داك المسائل فيه شويه ديال التماره، ولكن النتيجه ما شاء الله روعه يا سلام. وحنا مكملين معكم. ومن بعد ما كملنا الكونتر بلاكي ديالنا هنايا جبنا ديك الخشبه اللي قلت لكم باش غادي نقادو بها داك الديفو ديال الفوق. جبت هذيك الخشبه غليظه على الاخرين، يعني مضوبله اكثر، تقريبا مضوبله على 4 المرات، وتقبتها من الوسط كما كتشوفوا بداك الشنيوره اللي كتقب هذا، ولصقنا فيه هذوك لي سبوت اللي معروفين ديال الضوء. هنايا كنا كنصيبوا الضوء ديالها، دوزنا لها الكابليات وداك الشيء، ومن بعد هنا تيستيناها وغادي ندير ليها غادي نفيرنيها كما كتشوفوا. هنا راه كنت فيرنيتها من القدام ومن الجناب. هذاك اللور ماشي ضروري تفيرنيه، المهم خليته هكذا. هنايا صافي بديت كنجمع في الضوء، دوزت ليها الكابلي، تقبته خرجته من الجهه الاخرى وهبطته. كاين حيت في البيت كاين داك البيت الصغير اللي درنا كاين فيه واحد البريز، وهبطته من الفوق. ها انا غادي نوريكم منين دوزته، يعني ما جاش كاع باين داك الكابلي. دابا صافي كملت داك الكابليات، وكما كتشوفوا ها هو الكابلي دوزته من الفوق وتقبت له من الهي، وغادي صافي ما بقى ليا الا دابا نتقب ونلصق هاد الخشبات هادو في الحيط ان شاء الله. هذا ما كاين، وغادي تشوفوا ان شاء الله المنظر ديالها. كما كتشوفوا هنايا راه صيبت ليها الباب في الوسط، درت ديك الخشبه هنايا ها هي كما كتشوفوا يعني فوق الباب باش نلصق الباب ديالها، وجبت داك الباب اللي كيتجمع وكيتحل. الخشبه الاخرى كما كتشوفوا حتى هي راه قاديتها صافي. دابا كما قلت لكم بقى لي غير نتقب ونلصقهم من الفوق ان شاء الله باش يجي المنظر هنايا. يعني راه صافي بدينا كنحطوا لها الماريول في البيت ديالها والحوايج ديالها المسائل، بقاو غير ديك الروتوشات الصغار ان شاء الله، وغادي تشوفوا منظر يعني رائع ان شاء الله. هذا هو البيت الداخل من بعد ما كملنا داك كونتر بلاكي وداك الشيء. مهم هذا البيت من الداخل حتى هو غادي نقادو ليه ان شاء الله. غادي ندير ليه سميتو، غادي ندير له كاغيط بحال كما كتعرفوا الكاغيط ديال الحيوطه اللي كاين هنايا في اوروبا، وغادي يجي كلشي داكشي غادي تستر، دوك الفيسات ودوك المسائل كلهم غادي يتستروا ان شاء الله، ما يبقى يبان ليها والو. حتى في داك الفرق ما بين هذا وهذا ان شاء الله غادي نقاد كلشي، وغادي تشوفوا
الشكل ديالو النهائي ان شاء الله. وكيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال القسمه ديالنا بالخشب. ما شاء الله جات روعه. داك لي سبوت اللي كتشوفوا الفوق جاو رائعين من بعد ما فيرنيناهم ولصقناهم الفوق. صراحة خدمة نقية من بعد التمارة، كتحس براسك يعني درتي شي حاجة زوينة. وكما كتشوفوا الخدمة نقية ما شاء الله. داك الباب كما كتشوفوا درنا داك الوسط يعني باش جمعنا داك الباب. هاد البيبان من الاحسن ننصحكم تشريوهم، لانهم ما كيديوش لك بزاف ديال الاتساع. كتجمع كتحل ويتسد، يعني ماشي بحال الاخرين خاصو البلاصه فين يتحل داخل او برا. وكما كتشوفوا الخشب ما شاء الله مقاد، يعني وحده حدا وحده. احترمنا المسافه ما بين وحده وحده باش ما يجيك المنظر رائع. هنايا كما كتشوفوا المنظر من بعيد، واخا مازال شي شويه ديال الروينه، ولكن ركزوا لي على القسمه ما شاء الله كيف دايره. صراحه كتفتخر بها ملي كتكمل بحال هكذا هاد الخدمه وانت كتكون غير هاوي. كتفتخر بمساله، يعني ملي كتكمل شي مشروع كتفتخر به. نتمنى تكونوا حتى نتوما استفدتوا من هذا الفيديو هذا، ولا شي واحد عنده الفكره انه يقسم الصالون ديالو، او اللي عنده اتساع بزاف بغى يستافد بحال هاد المسائل هادو. وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم ان شاء الله، ولا مع العائله باش يستافدوا من هاد الفكره ان شاء الله. وشكرا لكم على حسن المشاهده، والسلام عليكم.